في يناير 2025 ولاية كاليفورنيا كانت في قلب الكارثة. حرائق ضخمة دمرت مناطق كتير. لو فكرت ان النار مفيش حاجة توقفها هتكتشف انك مش لوحدك. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أسوأ الكوارث اللي حصلت في التاريخ الحديث. كاليفورنيا، الولاية اللي معروفة بجمالها الطبيعي، اتحولت لجحيم نار والدخان مغطي السما. الحرائق دي أثرت على حياة الآلاف من الناس ودمرت مساحات ضخمة. في 2025 بدأت الحرائق في منطقة باليسادس، والنيران انتقلت بسرعة لدرجة إنها التهمت أكتر من 23,000 فدان في أيام قليلة. في نفس الوقت اشتعلت النار في منطقة تانية اسمها آيتون، وده خلى الحريق يوصل ل14,000 فدان. الحرائق دي خلفت وراها دمار كبير، أكتر من 12,000 منزل اتحرقوا وفقد حوالي 27 شخص حياتهم. كمان اضطر حوالي 180,000 شخص يسيبوا بيوتهم عشان يلاقوا مكان آمن بعيد عن النيران. الحرائق دي كانت صعبة جدا بسبب الرياح القوي والجفاف اللي كانت تعاني منه كاليفورنيا. ده خلاها تنتشر بسرعة أكبر ويصعب السيطرة عليها. الفرق اللي كانت بتعمل على إطفاء الحرائق كانت بتحاول بكل قوتها، لكن الرياح كانت دايما بتزيد الوضع صعوبة. حرائق كاليفورنيا 2025 كانت درس قاسي لكل العالم، وبتأكد لنا قد ايه لازم نستعد للكوارث الطبيعية دي. كلنا لازم نكون جاهزين عشان نقدر نواجه اي حاجة زي دي في المستقبل. ايه رأيكم في الكارثة دي؟ هل في طرق تانية كان ممكن نتجنب بيها الكارثة دي؟ سيبوا رأيكم في التعليقات.